الناس اللي بتستهجن بتروح تشتري زي المصاريع. اقسم بالله في ناس ما هي قادرة تشتري كيلو بندورة. الكل قاعد بجهز لرمضان، حتى الصحابة قبل 1400 سنة كانوا يجهزوا لرمضان. خلينا نجهز لرمضان مع بعض. من أساسيات رمضان البصل هذا لازم يكون في كل وجبة إفطار. الفلفل مسألة شخصية بينه وبينه، أنا بحبه يعني فبحب أجيبه. حط لنا واحدة زي هيك وواحدة زي هيك، ونروح نجهز باقي. المونة لازم نسحب العرباية هاي زي هيك وندخل فيها، لازم نعبيها كلها عشان رمضان راح نجوع. لبن المنسف ضروري، ولازم نغطي الاسم عشان الإعلانات. الرز مهم كمان لرمضان. حطه هون، هذا أهم عنصر فعال في رمضان. هذا ملوش نفس يطلع هسه، بس تعرف شو مشكلته؟ هذا مش الكل قادر يشتري. 3 أكياس فيه هنجاجتين وكم كيلو بصل وكم كيلو فلفل وإيش كمان جبنا. كم غرض طلع 18 دينار. فاللي انا مستغربه كيف الفقير بده يقدر ياكل برمضان. انت بدك تاكل بتنصرع على المولات، بتخلي الشغله حقها دينار حقها 3 دنانير عشان انت جعان بدك تاكل. ربنا ما خلق رمضان عشان نجوع، خلقه عشان نحس في اللي جعانين. نصيحه للناس اللي بتستهجن بتروح تشتري زي المصاريع. اقسم بالله في ناس ما هي قادره تشتري كيلو بندوره. خفوا على الاسواق، خلي الناس تعرف تشتري.